السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ النهارده معانا ان شاء الله نوع سلطة بسيط، ونوع تشيكن، ونوع كبدة بدبس رمان، حاجة لبناني كده. يا رب تعجب حضراتكم ان شاء الله. هنتكلم اول حاجة عن السلطة التبولة. هي أكلة لبناني. آه، بقدونس، وبتبقى المكونات بتاعتها عبارة عن بقدونس وطماطم برنواز وبصل أحمر وعصير ليمون والبهارات التوابل طبعا بتاعتنا والطماطم المفرومة والبرغل. هنبتدي أول حاجة نشتغل فيها إن شاء الله هي سلطة التبولة. يلا، ده طبعا معانا البقدونس المفروم، بننزل بيه أول حاجة. دايما بنخلي البقدونس بتاعنا يبقى مفروم جدا، مفروم ناعم، عشان خاطر احنا لو ما فرمناش البقدونس ناعم لما نحط له التتبيله بتاعته مش هتبقى متمكسه مع الطماطم ومع البصل. احنا بننزل شويه بالطماطم المفرومه، شويه بصل احمر. ودي طبعا اكله لبناني محبوبه جدا ومعروفه جدا في لبنان. نبتدي اللي احنا نقلبها، ننزل بعصير الليمون بتاعنا، وبننزل بزيت الزيتون، ونبتدي نقطع الجرنش، ونجيب طبعا اهم حاجه البرغل. البرغل ده منقوع في ليمون. بعد كده بنحط التوابل بتاعتنا طبعا مع الليمون، ونبتدي نقلب السلطه. السلطه دي طبعا فوائدها كتير جدا، لان هي يعتبر فيجيتيريان وهيلث فود. ولازم نمكس كويس جدا، ولو احتاجت معانا ليمون تاني بنديها ليمون. من الاكلات المحبوبه في لبنان جدا طبعا التبوله دي، وفي طبعا فتوش نتاكد ان كل المارينيشن بتاعنا، الليمون والتوابل، كل حاجه اتقلبت تمام. نبتدي هنا نغرف الطبق بتاعنا. لازم طبعا يبقى شكله هرمي كده، نقدر نحافظ على الشكل بتاعه. بعد كده بننزل بالجرنش بتاعنا. نيجي نجيب السلايز الليمون، وبكده نقدر نجرنش السلطه بتاعتنا. مكوناتها سهله وبسيطه جدا، لكن فايدتها عاليه جدا. نديها زيت زيتون من فوق، وبكده يبقى سلطه التبوله جاهزه معانا. تاني حاجه هنشتغل فيها برضو حاجه لبناني شويه برضو، هي كبده فراخ دبس رمان. كبده الفراخ دبس رمان هي برضو حاجه سويتي جميله جدا.
برضو من ضمن المقبلات اللبناني. وطبعا فايدتها فايدة دبس الرمان، فايدة الهيدروكرات عالية جدا فيه. يلا بينا نشوف هتعمل ازاي. ننزل بسنة الزبدة بتاعتنا، سنة الزيت عشان الزبدة طبعا ما تتحرقش. طبعا احنا عارفين ان الكبدة ما بتاخدش سوا زي الخضار لانها خفيفة جدا، فبنضطر ننزل بالبصل بتاعنا اولا، ونسيبه ياخد راحته على النار عشان يستوي. بعد كده بنكون مجهزين الكبده بتاعتنا متقطعه كيوبس اللي هي كبيره كده، عشان خاطر لو اتقطعت صغيره مش هتبقى باينه مع الخضار. والمستحب اللي هي تبقى متقطعه كبيره، لان طيب ما هنحركه دلوقتي هتشوفوا وهي بتتقدم، هتتقدم وهي كبيره كده شكلها عامل ازاي. علي ده وده. طبعا كبدة الفراخ عندنا داخلة في شغل كتير جدا، داخلة في الرز بالخلطة، داخلة في حاجة زي الكبدة بدبس رمان، داخلة في حاجة زي فيجيتيريان ليفر، داخلة في حاجات كتير جدا. طيب تعال نسيب ده دلوقتي ياخد راحته معانا في السوا، ونتكلم عن الفراخ اللي استافت معانا النهارده. برضو فراخ استافت محشيه خضار وموتزاريلا، واخده من فوق صوص مشروم. صوص المشروم بتاعنا طبعا بيبقى عباره عن كريمه ولبن، وواخد التوابل بتاعته. بس طبعا هنعمل الفراخ الاول جريتان. طبعا احنا هنا ما اديناش توم في الكبده دبس رمان، عشان الناس طبعا بتقول لك عشان الزفاره، بس هي اوريدي معمول لها محلول فيه توم وملح وليمون وخل وسكر. السكر بيتحط مع الملح مع الخل والليمون، سنه خل بسيطه مش كبيره عشان ما تهريش الكبده، او يستفضل ويستحب ان هي ما تتحطش، يعني يبقى ليمون والملح والسكر، ويتعمل له محلول مع زيت الثوم. ما بنشمش فيها اي زفاره زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده. كده الخضار بدأ عندنا يدبل، بدأ يستوي، نقوم نازلين بالكبده بتاعتنا. ونسيبها براحتها خالص. هنيجي النهارده هنعمل مع الفراخ رز يعني مكسيكان. هو الرز المكسيكان بيبقى سبايسي، بس مش مستحب دايما ان الناس تاكل سبايسي، فاحنا هنعمل رز مكسيكان بس نورمال مش سبايسي، الرز المكسيكي الاحمر. طب الرز المكسيكي بياخد ايه؟ بياخد بصل احمر مفروم، بياخد فلفل اخضر مفروم،
وبنقلبهم على النار، وبعد كده بننزل بالرز بتاعنا، وبعد كده بناخد الصلصه البوريه وبننزل معاهم بالبيون بتاعنا، ونسيبه كله يتشرب بقى بعد كده على النار. وليه اتسمى مكسيكي؟ هو لازم ياخد شويه بقدونس اخضر، وطبعا معانا ورق اللورا والحبهان بتاعه، ولازم ياخد سبايس شيلي بيبر اللي هو الفلفل الحامي، بس طبعا احنا مش هنديله فلفل حامي طبعا زي ما احنا شايفين كده، ومفيش ريحه زفاره خالص. يبقى احنا نزلنا هنا بالبصل، ونزلنا بالفلفل الالوان، ونزلنا بالكبده. الموضوع سهل وبسيط جدا، وهنسيبه يستوي. تعالى بينا بقى ايه نعمل شويه الرز بتوعنا عقبال ما ده يستوي شويه. هننزل هنا سنه الزبده بتاعتنا الجميله، سنه الزيت، نبتدي نتبل بقى الكبده بتاعتنا، ملح، فلفل، شويه بهارات، وبننزل معاها بسنه ليمون. كده الريحه راحت في حته تاني خالص. وبعد كده بنزل بدبس الرمان بتاعي، طيب نرجع تاني ونعيد. نزلنا بالفلفل الالوان والبصل وكبده الفراخ، سيبناه مستوي، وبعد كده نزلنا بالتوابل والليمون، وبعد كده نزلنا بدبس الرمان، وهنسيبه بقى على نار هاديه خالص يقصر كده لوحده. نيجي نشتغل في الرز. طبعا نزلنا البصل الاحمر بتاعنا، شويه الفلفل، احنا نعمله كده على راحته، سيبه يستوي قبل ما نخلص الفراخ بتاعتنا مع الكبده. يبقى احنا هنا نزلنا سنه الزبده، نزلنا بالفلفل البرنواز، نزلنا بالبصل البرنواز، تمام. نيجي ناخد طماطم الشيري بتاعتنا، طبق الابتايزر،
كده الكبده بتاعتنا جلست مع الدبس رمان، بقت بالقوام ده. نبص واحنا بنجرف هنا كده، وبكده تبقى كبده دبس رمان معانا. ثانيه واحده شكل طلعت بالشكل ده، وبنديها بقدونس مفروم جرنش وطماطم شيري، تبقى طالعه معانا بالشكل ده نفس قوام الصوص. لو بصينا على الصوص هنا هتلاقي الصوص مجلس جدا. ده شكل. نرجع تاني للرز بتاعنا. ايه، نرجع للرز كده. الخضار بتاعنا بقى تمام. قلب الرز بتاعنا، قلب الرز كويس جدا عشان خاطر يقدر يشرب من الفليفر بتاع الخضار اللي هو استوى. النكهة بتاع الخضار اللي احنا سويناه لازم تشرب الرز كويس، تشرب فيها. بعدين بنديله التوابل بتاعته. واول ما الرزايه معانا تبتدي تشد بننزل شويه الريد صوص، ونقلب فيه كويس جدا. كده نشرب الرز بتاعنا ونديله مقدار الميه بتاعه ونسيبه على نار هاديه خالص يتشرب براحته. كده يبقى احنا عملنا النهارده التبوله اللبناني وكبده فراخ دبس رمان اللبناني، وعملنا تشيكن ستافد ايطالي. تمام، هنشتغل بقى في الفراخ. تمام، الفراخ بقى عندنا بيجي الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام حضراتكم. نضطر ان احنا بنفتح الصدر، بس هو اوريدي احنا فاتحين الصدر، بس هنكمل فتحه قدام حضراتكم. نفتح الشكل ده صدر الفراخ، وبعد كده نجيب المشروم بتاعنا نفرمه. عايز فلفل.
لا لا سليم مش مشكلة. بص على الرز بتاعنا، بص اهو لسه. خلاص مسك. بعد كده بنتبل الفلفل والمشروم بتاعنا، نديله الزعتر، نكون مقطعين الخضار صغير جدا بحيث لما نعمل الحشو بتاع الفراخ يستوي بسرعة، ما يبقاش في قطعة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. نقلب الخضار بتاعنا كويس، وبنجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا نمكسها مع الخضار المتبل. بقى الحشو عندنا جوه بنفس الشكل. ممكن نزود موزاريلا تاني مفيش مشكلة، كل ما الجبنة تبقى ملتت وسايحة جوه. وبنقفل صدر الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. نيجي هنا صدر الفراخ نفسه اديله زيت زيتون او زيت عادي، ننزل في الطاسة بتاعتنا كده، طبعا احنا تبلنا جنب واحد بس من التشيكن. وبنتبل الجنب التاني كده، يبقى احنا عندنا تتبيله في الفراخ من جوه ومن بره. سيبها تاخد الجريتان بتاعها براحتها خالص. ونقطع المشروم بتاعنا بصوص المشروم. يستحسن طبعا المشروم يبقى فريش، ما يبقاش كان، لان لو المشروم كان مش هيدينا نفس التيست بتاع المشروم الفريش. بص على الرز بتاعنا، لسه طبعا شويه، سيبه براحته. حاول بقدر الامكان ما نخليش الفراخ بتاعتنا تلزق في الطاسه، حفاظ على شكل الفراخ. طبعا الجبنه بدات تسيح عندنا جوه اهو. هنيجي هنا نعمل صوص المشروم بتاعنا.
هننزل هنا الزيت بتاعنا، سنة الزبدة، ننزل بالمشروم ونسيبه يتستى براحته. اوكي، طبعا كل ما الزبده بتسيح والجبنه الموتزاريلا بيدوني شكل الجريتان بالجبنه. زي ما احنا شايفين كده الجبنه بتسيح وبتنزل من التشيكن. هنا بننزل على المشروم سنة الكريمة بتاعتنا، سيبه يأثر برضو مع نفسه. كده ممكن نرفع الرز ونبص عليه وبرضو شايك على صدر الفراخ. الله، بسم الله ما شاء الله. وادي الرز خلاص تمام كده. كده يبقى الرز عندي جاهز، فاضل بس صوص المشروم يأثر شوية. طبعا بنتبل صوص المشروم برضو، ننزل عليه بقدونس مفروم، بناخد الصدر اللي اتعمل جريتان كل اللي فيه التوبنج بتاع الجبنه بعد ما ساحت، وبننزل في صوص المشروم بتاعنا. ونسيب الصدر بيأثر في صوص المشروم براحته، وعندنا الرز هنا يبقى خلاص استوى. وهنعمل حاجة تاني، هننزل بجبنة موتزاريلا في الصوص، بحيث يبقى الصوص معانا ليكويد ويبقى رابط على التشيكن، يبقى كل التشيكن من جوه ومن بره الستافد يبقى ثيكنس واحد ونفس القوام.
زي ما حضراتكم شايفين القوام بتاعها. يبقى ممكن الطبق لو سمحت. هنيجي هنا وهنبتدي نغرف الرز بتاعنا. ريحته جميلة جدا والله. وبنيجي نغرف الفراخ بتاعتنا. ونيجي ننزل الصوص زي ما حضراتكم كده شايفين. وبكده يبقى عملنا طبق تشيكن ستافد مع رز المكسيكي اللي مش سبايسي، مع سلطة التبولة اللبناني، مع كبدة فراخ دبس رمان. طبعا حاجات سهلة وبسيطة وممكن تتعمل في أي وقت وفي أقل إمكانيات ممكن تتعمل. وزي ما حضراتكم شايفين كده التبولة هو ايتم لبناني بحت يعني، ومكوناته سهلة جدا وبسيطة، والناس خاصة اللي بتحب الفيجيتيريان تحب السلطة التبولة. وبالنسبة لكبدة الفراخ دبس رمان هي حاجة سويتي اند ساور طبعا بدبس رمان، حاجة برضو خفيفة وممكن تتعمل. وعلى فكرة الدبس رمان ناس كتير قوي ما تعرفش ان الدبس رمان اصلا سهل جدا على المعده وسريع الهضم، يعني مش تقيل على المعده وما بيبقاش بيقعد فتره عقبال ما يتهضم يعني. وبالنسبه للتشيكن ستافد الفراخ ممكن تتحشي اي حاجه حسب ما حضراتكم تحبوا، بس يبقى حسب السعرات الحراريه بتاعتها وحسب الايتم اللي ممكن يبقى مجمع مع بعضه. يعني انا النهارده حطينا صوص مشروم مع خضار، يعني حطينا انسايد جوه الستاف مشروم مع فلفل الوان مع جبنه موتزاريلا، وبنفس المكونات احنا عملنا الصوص بره، حطينا المشروم والموتزاريلا والكريمه بتاعتنا والتوابل، وحطينا الفراخ تشرب من نفس الصوص بحيث يبقى المكونات كلها واحده والطعم بره زي جوه. مع شويه الرز المكسيكي. طبعا الرز ده حسب
حسب الاحتياج زي ما حضرتك تحب. ممكن رز كاري، ممكن رز زعفران، ممكن رز ابيض، ممكن رز مكسيكان. بس احنا طبعا بنحب نعمل الحاجات اللي هي ممكن تبقى مختلفة وسهلة وخفيفة، وممكن تتعمل في البيت في اي وقت يعني، وما تاخدش منك وقت. وبشكركم جدا، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية مع حاجات برضو خفيفة، وان شاء الله تنال اعجابكم يعني. شكرا.